شاعها كثيرا أتباع ابن تيمية في هذا الزمان والوهابية طبعا، وهي مسألة تقسيم التوحيد إلى 3 أقسام. أنا لا أريد أن أخوض فيه كثيرا، لكن أتكلم عن مسألة واحدة فقط. ما هو الدليل؟ من أين يمكن لنا أن نقول إن المشركين الذين هم كانوا يعبدون أربابا مختلفين هم في الوقت نفسه موحدون توحيد ربوبية؟ ألا ترون أن هذه الدعوة التي يقول بها ابن تيمية والوهابية عموما إنها فيها نوع من التناقض الواضح؟ يشركون مع الله سبحانه وتعالى، يعبدون أربابا مع الله، حتى إن الله سبحانه وتعالى نسب للنصارى أنهم يتخذون من دونه أربابا. النصارى ليس فقط المشركين من الجاهلية، لا، النصارى نفسهم يتخذون أربابا من دون الله سبحانه وتعالى. كيف لنا أن نستسيغ القول بأن المشركين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا موحدين توحيد ربوبية، وأن خطأهم فقط كان في التوحيد الألوهية؟ هذا عبارة عن خطأ فاحش، خطأ بين، خطأ ظاهر. ومع ذلك يعني خطأ هو من ناحية لغوية خطأ، ومن ناحية قرآنية خطأ، ومن ناحية تاريخية خطأ، من جميع النواحي خطأ. ومع ذلك ما نزال نسمع كثير من الوهابية يقولون المشركون كانوا موحدين توحيد ربوبية. من أين سمعتم بذلك؟ المشركون كانوا يعبدون غير الله، يعبدون أربابا غير الله. هم المشركون كان معظمهم على طريقة الصابئة، الذين كانوا يعتقدون أننا لا يصح لنا أن نعبد الله ابتداء، لا بد لنا أن نعبد الله عن خلال أمثلة ورموز، إما أن تكون أحجارا أو كواكب أو رموزا أو نحو ذلك. هذه الأرباب هي التي تقربهم إلى الله زلفى، كما نص عليه القرآن: ما نعبدهم إلا، يعني نعبدهم لكي، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن هم يتخذونهم أربابا. كيف لنا أن نجاهر بملء الفم أن الكفار كانوا موحدين توحيد ربوبية؟ هذا خطأ لغوي. الرب ليس في اللغة هو الخالق، الرب هو الخالق المربي الذي يربي الإنسان ويدرجه في مدارج الكمال إلى أعلى ما يستحق، بحسب تفسير المفسرين في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. الرب هو الذي يرب الناس ربا. إيش يعني ربهم؟ يعني يتدرج بهم شيئا فشيئا، لا فقط أن يخلقهم ثم يتركهم هملا، بل يتدرج بهم شيئا فشيئا إلى أعلى ما ينبغي لهم. هل بالله عليكم يمكننا أن نقول بعد ذلك إن المشركين كانوا موحدين توحيد ربوبية، وأنهم أصدق حالا وأعلى مقاما من الأشاعرة الذين، أو إنهم ساووا هناك تسوية بينهم وبين الأشاعرة الذين هم فقط اقتصروا على توحيد الربوبية؟ أليس هذا نوع من السذاجة ونوع من الجهل بمعاني اللغة، نوع من الجهل بالمعاني التاريخية، نوع من التحريف شبه الصريح للحقائق الدينية؟ وبعد ذلك يقولون التوحيد الثلاثي، التقسيم الثلاثي للتوحيد. أنا لا أريد أن أخوض لا في تقسيم الأسماء والصفات، ولا في معاني الاشتراك، ولا في حقيقة التقسيم. فقط أريد أن أنبه على هذه المسألة الواضحة: كيف بالله عليكم نقول إن المشركين كانوا موحدين توحيد ربوبية؟ لا يصح لنا حتى أن نقول إن المشركين كلهم كانوا موحدين توحيد خالقية، اللي هي يعتمدون على قول الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. الله سبحانه وتعالى سأل بعضهم، يعني لم يسألهم كلهم، لأنه أثبت جل شأنه أن من العرب ومن الناس الذين كانوا في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا دهرية لا يقولون بخلق الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك فهذه الآية سؤال لهم عن الخالق وليس عن الرب، وشتان ما بين معنى الخالق ومعنى الرب. ومع ذلك فقد كذبهم الله سبحانه وتعالى، فأنى تؤفكون في هذه؟ يعني إن كنتم حقيقة تعتقدون أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، فمن شأن الخالق أن يكون ربا، فلما تعبدون أربابا غيره؟ هذا هو معنى الآيات التي يتغافل عنها هؤلاء الناس. أدعو الله سبحانه وتعالى لنا ولهم ولجميع المسلمين بالتوفيق، وأن يتغمدنا الله سبحانه وتعالى برحمته، وأن يسوقنا سوق رفيق، وأن يحسن خاتمتنا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين.